طبعا مع بعض في النمبر 9 يقول لي my brothers speaks Arabic and English fluently because he has grown up in two countries. طيب عندي جملة بيقول لي fluently بيتحدث بطلاقة because he's growing up كبر في two countries في بلدين. طيب دي حقيقة habits وفاكتس. اختار معايا طبعا من الجمله اللي موجوده معايا زمن المضارع البسيط اللي هو البريزنت سمبل. طيب انهي فين زمن المضارع البسيط؟ طيب ما عندي في براذرز اللي هو طبعا المفرد، يبقى زمن المضارع البسيط طبعا اللي هو اللي بنضيف للفعل اس واي اس واي اي اس. تمام. طيب نمبر 10 رايس in many countries around the world and is considered a staple food. رايس هنا طبعا بحسبه عندي في الانكاونتبل ناون اللي هو الحاجه اللي ما بتتعدش ما بقدرش اعدها، فاستخدامي ايه؟ طيب هل الرايس فاعل ولا مفعول؟ قال لي الرايس عندي مفعول. ليه مفعول؟ لان الرايس مش بيقوم بحاجه، ده هو بيقع عليه الفعل، يبقى هتبقى الجمله طبعا في زمن المفعول. كلام جميل اللي هو الباسف المبني المجهول. طيب الباسف المبني المجهول مع رايس مفرد هستخدم ايه؟ والجمله طبعا كلها عندي في زمن المضارع. ليه؟ عندي is considered. الجمله كلها في زمن المضارع. المضارع البسيط المبني المجهول بيتكون من ببدا بالمفعول وبعد كده ام واز وار وبعد كده الباست بارتيسيبل. هيبقى عندي الاجابه طبعا عشان لا يعد يبقى الاجابه عندي از ايتن. تمام. نكمل مع بعض. هنا بيقول لي ايه؟ جمله نمبر 11 which of the following sentence would be the most appropriate to include in a personal journal entry. ايه الجمله هنا المناسبه عشان تبقى مشتمله على مدخل قراءه للمفكره او الصفحه عندي او الجريده كدخله اساسيه. One must always reflect on their daily experience. يجب ان تؤثر على او تعكس the daily experience. ولا I felt really nervous because the presentation today ولا the socio-economic implications of the project were significant. ولا furthermore the results indicate positive outcome. الجمله لازم يبقى فيها حزم وود في نفس الوقت. اكتر جمله عندي فيها حزم هي الجمله طبعا اللي هي نمبر بي I felt really nervous before the presentation today. فيها حاجه اساسيه ومدخل طبعا للشيء اللي موجود عندي كطريقه اساسيه. تمام. A blog post number 12 should be written in to connect with readers. الحاجه الاساسيه عشان اتصل بالقارئ وابقى عنده حماس وفي نفس الوقت بود وبطريقه حماسيه عندي اختار ايه؟ formal and academic, friendly, conversational, strict and professional ولا distance and impersonal. يعني اساسي واكاديمي ولا ودود ومتحدث ولا strict ولا professional ولا distance في مسافه وامبرسونال. يبقى لي الاجابه الصح friendly and conversational. friendly and conversational. تمام. ندخل مع بعض طبعا في الجزء بتاع الترانسليشن الترجمه. هنا بيقول لي translate Arabic translation from English 1 from A, B and C or D. Okay. The projects which are built in our town will provide job opportunities for me. Yes. Moreover, they will encourage people to invest their money. يبقى المشاريع التي تبنى مبني المجهول. خلي بالي عندي هنا مبني للمجهول. تمام. تبنى built في زمن المضارع البسيط. In our town will provide هتوفر لينا job opportunities for me. يس لكثير من الشباب. moreover خلي بالنا من كلمه moreover معناها علاوه على ذلك. تمام. هو connectors. they will encourage people to invest their money. تمام. ان المشاريع التي تبنى في مدينتنا ستوفر فرص عمل كثير من الشباب وعلاوه على ذلك تشجع الناس على استثمار اموالهم. ممكن معايا طبعا تبقى صح. المشاريع التي تبنى في بلدنا ستوفر فرص عمل كثير من الشباب والبنات واكثر اللي بنى واكثر مش هينفع. تمام. طيب ان المشروعات التي تبنى في بلدتنا طب هو قصده على البلد كونتري مش هينفع. اول لما الاقي كلمه مش مرتبطه عندي بالترجمه اللي موجوده فوق لكلمه تاون طبعا هنا بلدتنا وهنا تاون مش هينفع. لازم اقول مدينتنا او تمام او حاجه بتاعت المدينه تاون او سيتي. مش هينفع اقول كونتري هنا.
طيب ان المشروع يتم فيه مدينه ستزود فرص كثير شباب وايضا ستشجع، خلي بالنا، وايضا عايزينه علاوه على ذلك يبقى غلط، يبقى الاجابه الصح عندي اللي هي لتر A، وعلاوه على ذلك فان ستوفر فرص عمل كثير من الشباب، وعلاوه على ذلك فالناس ستشجع الناس على استثمار اموالهم انفست زير ماني. تمام؟ طيب بعد كده الترجمه اللي عندنا اللي هي choose the correct English translation A B أو C. تمام؟ بيقول لي إذا أردت تحقيق طموحاتك يجب أن تعمل بجد ولا تمل من المحاولة مرات عديدة، فالكثير من العلماء المشاهير قد فشلوا في تجارب كثيره في الموضوع. طيب هعمل عندي هنا ايه؟ ان انا اقدر، اهم حاجه طبعا عندي حفظ الكلمات، خلي بالي من الجرامر، اركز قوي قوي على كل تفصيله معايا، لان كله هو طبعا كونكشن، في كله ترابط ما بين الكلمات الوردز وما بين القواعد الاساسيه اللي موجوده معايا وما بين ترجمتي للجمله. تمام؟ نمبر A if you wanted to do your ambitions you should work hard and don't give in. Trying several times many famous professors failed in many experiments. تمام؟ اللي هي انت فاست. طيب ليه ممكن تبقى حاجه هنا معايا مش صح؟ ليه؟ لان كلمه امبشس اللي هي طموحاتك مش هينفع تبقى موجوده معانا، وانك تدو انا مش هينفع، انا عايز احقق. تمام؟ يبقى لتر A هيبقى عندي طبعا الاجابه عندي فولس. طيب لتر B if you want to achieve your aspirations you should work with hard and don't receive. مش هينفع، عايزين العديد منه، عندي receive معناه يستقبل، لا طبعا. طيب if you want to achieve your aspirations you should work hard and don't give up. Trying several times many famous scientists failed in many experiments. انت بس الاجابه دي طبعا فيها شيء من الصح. if you want to investigate، كلمه if you want to investigate معناه يعني عايز ان انا استكشف او عايز ان انا اتحقق من شيء، طبعا مش هينفع، الاجابه عندي هنا غلط، الاجابه طبعا الصح تبقى لتر سي اللي هي عندي الاجابه دي معايا. تمام؟ خلي بالي برضو من الحاجات اللي موجوده معايا. طبعا الجزئيه معايا بتاعت النوفل، القصه بتاعت سانتياغو. هنا بيقول لي اول سؤال how does Santiago feels about the opinions of others regarding to Marlin. اترجم نفس السؤال، كيف كان شعور سانتياغو عن آراء الآخرين بخصوص مارلين. تمام؟ هنا بيقول لي عندي حاجتين، هنا بقول له مثلا while younger Fisher من might ربما ربما ان هم يتريقوا عليه and when elder people feel sad about him. الإجابة اللي معايا. تمام؟ طيب level number 2 in your opinion what does Santiago means when he says that C gives and takes. كان بيعني ايه the C gives and takes؟ يبقى from his vision that ان nature like as neutral. يعني ايه معناها؟ يعني كان من وجهة نظره ان الحياة او الطبيعة دي هي حاجة طبيعية، بمعنى ان احنا ممكن بناء على ان هي بتعطي like live hot and give us live how can we give us lives and takes when give sadness and takes. يعني هي جايه من الايديومز والاكسبريشنز، يعني بتدينا الحاجات الكويسه وبتاخد مننا طبعا بتدينا حاجات كويسه وبتعفي او بتودي عندنا حاجات وحشه. تمام؟ فدي الاجابات عندي طبعا بتاعت النوفل. بعد كده عندي السؤال بتاع الرايتنج، عندي ازاي اقدر ان انا اعمل ري رايت. مهم جدا عندي ري رايت في ان انا احط الكلمه الاساسيه اللي موجوده معايا، وابقى مخلي بالي قوي ازاي احط الكلمه الموجوده معايا. هنا بيقول لي عندي افتر. حلو، افتر عندي ايه اللي بيجي وراها الكلمه ده اصلا؟ قال لي افتر عندي بيجي وراها زمن الماضي التام.
اللي هو ايه الماضي التام اللي هو الهاد والباست بارتيسيبل. طيب انا هعمل ايه هنا؟ عندي بيقول لي I finished my homework then I watched my favorite TV show. طيب افتر عندي هنا المفروض اجيب عندي ماضي تام صح؟ طيب هعمل ايه هنا عندي؟ وطبعا انا لازم ابدا بافتر عشان عندي هنا طبعا حرف كابيتال، يبقى هقول له افتر ماضي تام خلي بالي، يبقى هاد finished. الاول انت خلصت ايه؟ ماي homework. بعد كده زلنا هنتشال، نعمل الكامو I watched my favorite TV show. تمام. بعد كده عندي seldom معناها ايه اصلا؟ seldom معناها نادرا، بالنادر. طيب الجمله هنا بيقول لي it's rare for احمد to arrive late to school. انا عايز عندي seldom من الفريكونسي اوف adverbs اللي هي ظروف التكرار ومعناها نادرا. ايه المفروض احذفه هنا؟ قال لي هحذف it's rare for، لان طبعا دي بتساوي seldom، يبقى هبدا الجمله بالفعل لان هي جمله اكتف. احمد بعد كده seldom. طيب عايز الفعل احطه في زمن المفرد، احمد مفرد خلي بالي، هعمل ايه؟ arrive تبقى arrives late to school.